بس اللي شفته أول ما دخلت البيت خلاني أحس إن قلبي اتشال من مكانه. الأنوار كانت مطفية، بس في صوت ضحكة ناعمة متقطعة وصوت راجل بيهمس. قلبي وقع في رجلي، فتحت باب الأوضة بهدوء وشفت المشهد المستحيل أنساه طول عمري. اخوات واحلى اصحاب، معاكم رانيا فضفضة قلب مع رنوش. النهارده قصه جديده وحكايه جديده، ويا رب تكون بتنال اعجابكم واستنى وتقولوا لي بالطبع من انهي بلد، واستنى كومنتاتكم الجميله وارائكم. النهارده قصتنا بتتكلم قصه واقعيه مؤلمه عن خيانه الزوجه لزوجها من اقرب الناس. هي فيها وجع وندم وانهيار العلاقه، كانت مثال للحب الحقيقي. اسمعوا القصة للآخر ويستنى منكم آرائكم. القصة النهاردة بتتكلم، هو راجل بسيط جدا عايش على قده، مش غني لكن كان راضي. كنت مؤمن إن السعادة مش في الفلوس، السعادة إنك تصحى الصبح تلاقي اللي بتحبه، السعادة إنك تصحى الصبح تلاقي اللي تحبه جنبك يبتسم في وشك ويحسسك إنك كفاية. وده اللي كنت بحسه لما ببص لمراتي. كانت حبيبتي من أيام الجامعة، ضحكتها كانت بتنسيني تعب اليوم كله، وصوتها كان أمان. كنت شايفها نص التاني بجد، مش مجازا. اتجوزنا بعد قصة حب طويلة، بدأنا من تحت الصفر. كنت بشتغل أي شغل عشان أوفر لها حياة كويسة، حياة تحسسها اللي هي يعني بعمل اللي أنا بقى على قدي عشان أحس إن هي حاجة تانية. كنت بشتغل أي شغل عشان أوفر لها حياة كويسة، وهي كانت دايما تقول لي أنا مش عايزة غيرك، أنت بس اللي مخليني أعيش. كنت بصدق كل كلمة، لأني ما كنتش أتخيل إن ممكن يجي يوم وتكون هي السبب في انهياري. في يوم عادي جدا كنت راجع من الشغل بدري، قلت أفاجئها وأخدها نخرج نتعشى برا. بس اللي شفته أول ما دخلت البيت خلاني أحس إن قلبي اتشال من مكانه. الأنوار كانت مطفية، بس في صوت ضحكة ناعمة متقطعة وصوت راجل بيهمس. قلبي وقع في رجلي، فتحت باب الأوضة بهدوء وشفت المشهد المستحيل أنساه طول عمري. كانت هي مراتي اللي حاربت الدنيا عشانها في حضن واحد تاني. طبعا الله يكون في عونك، دي صدمة وحشة قوي. واحد كنت بعتبره أخويا، صاحبي، أقرب الناس ليا. اللحظة دي قتل كل حاجة حلوة جوايا. ما صرختش، ما اتكلمتش، كل اللي عملته اني قفلت الباب بهدوء. لا انت جبل، انا لو مكانك واسمي ست انا مش هقدر اسيطر على نفسي. ومشيت من غير ما حتى ابص ورايا. عدى يوم والتاني والتالت وهي بتحاول تتصل بيا، تعيط وتقول لي اسمعني، بس انا كنت خلاص سمعتها بما فيه الكفايه. بعد اسبوع رجعت البيت. انت زي ما قلت لك انت جبل، انا ما بصش في وشها. يعني كويس ان انت مشيت من غير اي رد فعل ليك. كانت قاعدة على الأرض باين عليها إنها ما نامتش ولا يوم. قالت لي أنا غلطت بس مش عارفة إزاي، كنت تايهة، كنت حاسة إنك بعيد عني. بصيت لها وقلت بهدوء يعني خنتيني عشان كنت حاسة بالوحدة؟ سكتت ودموعها نازلة وقالت أنا ندمانة، والله العظيم ندمانة، هو ما كانش حب، كان لحظة ضعف. طبعا الشيطان وحش، بس ليه؟ إيه اللي أنت حاسة لجوزك بعيد عنك؟ قولوا له لا فضي يومك، تعالى نخرج انا وانت، اطلبي منه. بس اللي خان مرة يقدر يخون 1000 مرة. وانا مش قادر انام جنب واحدة كسرت قلبي وداست على كل اللي بينا. قررت اسيب البيت، مش عشان جبان لكن عشان احافظ على اللي باقي مني. كنت محتاجة اهرب من الصورة اللي محفورة في دماغي، صورة كانت السبب في موتي وانا حي. عدى شهرين، سمعت انها سابت الشغل، اتقفل عليها باب الدنيا وكل اللي حواليها سابوها. وفي يوم وصلت لي رسالة منها قالت لي فيها أنا بستاهل اللي حصل، بس عايزة أقول لك حاجة واحدة بس قبل ما اختفي، أنا بحبك وعمري ما نسيتك، بس الحب اللي بينا مات يوم ما خنتك. قرأت رسالة أكتر من مرة، وفي كل مرة كنت بحس بوجع جديد، وجع إنسانة ضيعت كل حاجة بإيديها، وجع حب حقيقي اتقتل بدون سبب. النهاردة لما ببص ورايا مش بشوف سارة الخاينة، بشوف ست ضعفت، بس الضعف ده كلفها حياتها. طبعا الضعف وحش، ما تقولش عشان جوزي شغال، ما هو شغال عشانك،
وحسيتي ان انت فعلا ضعفتي، ليه ما ترجعيش لجوزك وتقولي تعالى معايا، تعالى نغير النهارده جو، تعالى نخرج، تعالى نجدد حياتنا. الناس فاكره ان الخيانه مجرد تصرف، لكن الحقيقه الخيانه قرار بيهدم سنين وبيكسر ارواح وبيسيب ندمات لا الزمن ولا الندم يقدروا يمحوها. اتعلمت من قصتي ان الوفاء مش في الكلام ولا في العشره، الوفاء في المواقف، لما تكون قادر تخون وتختار انك ما تخونش. يمكن سارة دلوقتي في مكان بعيد، يمكن بتندم، يمكن بتعيط كل ليلة، بس خلاص الندم ما بيصلحش اللي اتكسر. أنا النهاردة عايش لوحدي، بس على الأقل بنام وأنا مرتاح، لأني عمري ما خنت ولا كسرت قلب حد وثق فيا. الخيانة وجعها مش في الفعل، وجعها في اللحظة اللي بتكتشف فيها إنك كنت بتحب الوهم. طبعا أنت جبل، الله يكون في عونك بصراحة. ولو كويس اللي أنت ما عدتش رد فعل ومشيت من غير أي كلام ولا أي عتاب. العتاب مع الناس زي دي ما ينفعش. وده رأيي، وهستنى رأيكم في الكومنتات، ويا رب يكون القصة عجبتكم. مع السلامة.